أهلا ومرحبا بكم في قناتكم على يوتيوب 24. المنتخب العراقي أعلن القائمة الأولية زي ما قلنا لكم. اللي هتستعد إن شاء الله هذه القائمة تدخل مباراتي كوريا الجنوبية والأردن. زي ما قلنا في عناصر جديدة دخلت، أبرزها حسن عبد الكريم، أبرزها محمد قاسم اللي الجماهير العراقية نادت بهم يكونوا أكثر من مرة، لكن محمد قاسم جاء هذه المرة. واضح ان يعني جيرهام ارنولد المدرب الاسترالي بيتلافى كل اخطاء خيسوس كاساس. واضح ان هو عايز ينتهج نهج سليم، واضح ان هو عايز يمشي مع المنطق ويعوم مع التيار وليس ضده. واضح ان الاتحاد العراقي ان شاء الله بيحاول يصحح اخطائه، اي نعم متاخرا، لكن ان تاتي متاخرا يعني خيرا من الا تاتي ابدا. كل هذه الأمور، كل هذه الأحداث يعني بتخلينا إن شاء الله نتفائل خير في مباراة كوريا الجنوبية. في إصرار يعني زي ما بيقولوا من الاتحاد العراقي، في إصرار من اللاعبين، في إصرار من الجهاز الفني واضح. جيرهام أرنولد في أكثر من حديث وأكثر من مؤتمر صحفي أكد أنه هيبذل قصارى جهده لأن يكون المنتخب العراقي في كأس العالم. هيبذل قصارى جهده لأن يكون المنتخب العراقي في كأس العالم ويضمن إن شاء الله الصعود لكأس العالم ويفوز في المباراتين اللي هي مباراة كوريا الجنوبية ومباراة المنتخب الأردني. العناصر اللي تم ضمها زي حسن عبد الكريم ومحمد قاسم ده شيء جيد، ده شيء بيقول ان هو المدرب ابتدى يعني يلين راسه ويشتغل ويكون مرن، مش زي العند اللي قبله خيسوس كاساس اللي ماشى ورا بعض الناس المنتفعين وكان بيعاند نفسه وبيعاند الجمهور وخسر المنتخب العراقي بالاخر. انت محتاج حسن عبد الكريم، محتاج محمد قاسم، محتاج اي عنصر يدي للمنتخب العراقي. كرة القدم يعني العند ما بينفعش فيها، واخرة العند ايه؟ عدلت مع الكويت في ارضك وكنت مهزوم، اتبهدلت بهزيمة قاسية من المنتخب الفلسطيني. العند لا يعني بيولد الكفر زي ما بيقولوا. العند نتائجه سيئة وسلبية وهزائم متكررة. إن شاء الله بنأمل بإذن الله مزيد من النتائج الإيجابية للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي إن شاء الله يصالح جمهوره بإذن الله، اللي هو هيكون حاضر في ملعب البصرة بإذن الله يوم 5 يونيو القادم بإذن الله. نطالب الجهاز الفني يركز، نطالب اللاعبين ان يبذلوا قصارى جهدهم لاسعاد الاف الجماهير اللي هتكون متواجده باذن الله، تتخطى 60,000 متفرج بقوات التامين باذن الله في ملعب البصره 5 يونيو القادم، ويكون عيد ويكون حفل ويكون نصر للكره العراقيه باذن الله. ويعني يوقفوا ألسنة الكوريين اللي كل شويه مش عايزين نلعب في العراق، العراق ظروف مش امنه، الملعب مش عارف ايه. كل هذه الامور يجب أن تقف عند هذا الحد. يجب أن يعني نكرمه ضيفنا بقى، ضيفك الكوري الجنوبي يا عراقيين يجب أن يتم إكرامه في ملعب البصرة وتوري له الكرة الحقيقية بقى. ما دام هو مش عايز يجي، لا توري له الكرة الحقيقية فعلا اللي على حق. بالتوفيق بإذن الله للمنتخب العراقي. شكرا لكم.